في جوي أوورد، والآن وصل عندنا النجم اللي عامل حالة عند الشباب، الشامي. حبيبي أهلا وسهلا يا حبيبي، منور جوي أوورد، سعيدين بوجودك معنا يا حبيبي. كيف إحساسك وكيف شعورك وكيف شايف جوي أوورد هالسنة؟ والله هي السنة في كتير اشياء جديدة هيك وعم يختلف علي سنة عن سنة. اسم الله على كل الأصعدة. هي أول شغلة. الشغلة الثانية كتير مبسوط بالناس اللي بنحبهم وهالنجوم اللي موجودين هون منورين الدنيا. شامي، تعرف وانا قاعد احضر الجوي أوورد قلت اقول الشامي ولا دكتور؟ ايش اللي تحب؟ اعطينا من الاخر. شو رأيك نبلش بيا ليلو يا العين مثلا؟ ليلو يا عين. شامي، ثالث سنة تترشح في جوي أوورد، السنة هذه كمان مترشح كأفضل مغني. قديش متحمس وايش توقعاتك وكيف شايف المنافسة لهالسنة؟ لك أول شيء الحمد لله رب العالمين، أنا صار لي 3 سنين على التوالي كل مرة بجي على جوي يكون مرشح لجائزتين، أفضل فنان وأفضل أغنية. أفضل أغنية، صحيح. فالحمد لله رب العالمين بمجرد تواجدي على قمة الأغنية العربية بكل سنة بالترشيحات، هذا شيء شرف لإلي والباقي على الله والاجتهاد. يعني أنا حسألك سؤال أمانة، هذا ممكن يعني أبعرف شعور كل نجم شاب يشعر فيه. اليوم أنت تتنافس على الجائزة مع فنان كبير زي فضل شاكر، قامة فنية، إيش شعورك؟ أنا يعني اللي عم تقول لي إياه مسؤولية كتير كبيرة، بس ما بقول اني انا بتنافس انا وفضل شاكر على افضل اغنيه، بقول انه انا الي الشرف انه ينحط اسمي امام فضل شاكر كافضل اغنيه بالعالم العربي. كلام جميل. وانا حكون واقف عم صفق له ومبسوط له من قلب قلبي للاستاذ الكبير فضل شاكر اذا اخذها عني، ولكن انا بستحق كمان. انت تستحق. وخليني اقول لك هذا كلام جميل وكلام راقي حبيبي. من فنان مثقف وراقي مثلك، وتستاهل انت وكل المرشحين، وبالتوفيق لكم. سعيد جدا بوجودك معنا شامي، استمتع بالحفله واستمتع بالجوي أوورد. شكرا كثير حبيبي.